سيداتي انساتي سادتي، ازيكم؟ واحنا بنتكلم عن العداله من كل جوانبها، وصلنا للعداله الاجتماعيه. فتحنا الموضوع من وجهه نظر النظريه الليبراليه اللي بتشوف ان مش من حق الدوله تاخد مني ضرائب بالجبر عشان انا غني ومعايا فلوس، وانت يا دوله محتاجه تاخدي مني الفلوس دي تصرفيها على الفقراء. المنطق هنا مش شرير قوي على فكره كما يبدو من البصه الاولى، وده اللي هنحاول نستكشفه واحنا بنتكلم عن الموضوع. أول رد على فكرة إن مش من حق الدولة تعيد توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء بيقول إن في المجتمعات الرأسمالية توزيع الثروة مش عادل إطلاقا. في أمريكا مثلا 10% من تعداد السكان معاهم 70% من ثروة أمريكا المهولة. في مصر مفيش إحصاء دقيق للمسألة، فعشان كده ما ذكرتش الأرقام اللي بتقال عن الحالة المصرية لأني ما اطمنتلهاش يعني. لكن إن 10% من الأمريكان يبقى معاهم 70% من ثروة أمريكا العملاقة على سبيل المثال بس، طبعا ده عدل ولا مش عدل؟ أخلاقي ولا مش أخلاقي؟ النظريه الليبراليه بترد دفاعا عن موقفها تجاه ضرائب اعاده توزيع الثروه دي، وتقول اساسا انك تبص على الارقام دي على ورقه كده ما يخليكش تقدر تعرف توزيع عادل للثروه ولا لا. افرض 90% من الشعب ده كسالى وما يحبوش يشتغلوا ولا يتعلموا ولا يبتكروا ولا يفكروا، وال10% الاغنياء دول هم اللي عملوا الحاجات دي فاستحقوا فلوسهم كلها. ازاي كل الناس دول يقعدوا على القهوه طول النهار فطبعا يفضلوا فقراء، وبعدين انت يا دوله تيجي تاخدي مني فلوس عشان تقدمي لهم بيها خدمات؟ انا مالي؟ روبرت نوزيك، واحد من فلاسفة الليبرالية الأمريكان المعاصرين، اتولد سنة 38 ومات 2002، قال هنا إن في شرطين لازم نطبقهم عشان نقدر نعرف ده توزيع عادل للثروة فعلا ولا لا. أولا، هل اللي معاه فلوس ده حصل عليها بطريقة عادلة ولا لا؟ أيا كان اللي عنده اللي خلاه يقدر يعمل فلوس الكتير دي، حصل عليها بطريقة عادلة؟ يعني كافح واتمرمط وفكر في أفكار وحاول يعملها وقاوح وخسر وكسب وفي الآخر بقى غني، ولا استولى على الأراضي من الدولة فبقى غني؟ الفرق بين الحالتين دول فرق يعني أعظم من عظيم. وتاني حاجة مهمة عند نوزيك هو السوق اللي كانوا بيشتغلوا فيه الناس دول سوق حر ولا لا؟ يعني أي واحد كان يقدر يعمل اللي عمله الغني ده عشان يبقى غني ولا لا؟ هل الدولة ساعدته بشكل مش قانوني؟ هل كان محتكر للسوق؟ هل خد فرصة ما يستحقهاش؟ هل كان عنده حد قريبه في حكومة فاسدة؟ وهكذا أسئلة. لو الشرطين دول اتحققوا فبقينا متأكدين ان الفلوس دي نتيجة تعب وشقاء ومجهود او ذكاء وعبقرية وألمعية او موهبة نادرة او هكذا، والطريقة كانت شريفة نظيفة عادلة حرة للجميع، يبقى بيشوف نوزيك ان كل ده مع بعضه هو اللي يقدر يحدد ده توزيع عادل الثروة ولا لا. وفي الحالة دي يبقى الراجل ده يستحق فلوسه، ومش من حق الدولة تاخد منه فلوس قسرا عشان تصرفها على الفقراء. وبرجاء ملاحظة من كلام نوزيك ان النظرية الليبرالية لموضوع الضرائب ده حاجة أساسية جدا جدا بالنسبة لها عشان تطبق، انها تطبق على سوق حر تماما بياخد فيه الجميع فرص متساوية تماما في علاقتهم بالدولة. يعني لو كنت سألت نوزيك يعني نعمل الكلام ده في مصر كان هيقول لك لا طبعا. لما عمل مايكل ساندرز ال6 محاضرات دي في 2009 كان بيل جيتس أغنى رجل في العالم، ثروته كانت تقدر ساعتها ب40 مليار دولار. السنة دي ترتيبه تراجع قصاد المكسيكي كارلوس سليم فبقى نمرة 2، بس ثروته بقت تقدر ب61 مليار دولار. مستر كارلوس سليم ثروته تقدر ب69 مليار دولار. دي فلوس كتير قوي يا جماعة، دي ميزانيات دول كتير بحالها بمالها كده، ربنا يزيد ويبارك طبعا. المهم فكرة منطقية جدا انك لما تبص على فلوس الناس الأغنياء قوي قوي كده تروح قايل هم هيعملوا ايه بالفلوس دي كلها؟ ده لو قعد يولع فيها مش هيلحق يخلصها، والفقراء والغلابة كتير. ماشي يا عم انت تستحق كل قرش من فلوسك، لكن الفقراء محتاجينها اكتر منك، جعانين وبردانين وما عندهمش بيوت وما عندهمش مدارس، وانت تقول لي ده اعتداء على حقوقه. طبعا ناخد من الاغنياء نصرف على الفقراء. ولو انت مؤمن تماما بمذهب المنفعه، الفايده الاكبر للعدد الاكبر من الناس، هتلاقي الموضوع ده منطقي جدا. ناس قليلين معاهم فلوس كتير، ناس كتير معاهمش فلوس، الفايده الاكبر لاكبر عدد من الناس، يبقى تاخد من الغني نصرف على الفقير، سهله جدا. الليبراليه هنا تروح رد قايله ان انت كده ما بتحترمش حقوق الشخص الغني ده. لما تفرض عليه انك تاخد منه فلوس تبقى بتعتدي عليه، تتجاهل موهبته ومجهوده وتعبه والفكره اللي عمل بيها الفلوس دي، طالما طبعا انه حصل عليها بطريقه عادله وشريفه وشفافه. لعيبه الكوره في الانديه الكبيره في العالم او الباسكت في امريكا بالذات بيكسبوا فلوس مهوله من عقودهم مع النوادي ومن الانتقالات ومن الاعلانات كمان اكتر من كل ده. مايكل ساندل ضرب مثل بمايكل جوردن اسطوره الباسكت الامريكاني، وحكى انه في سنه من السنين عمل 78 مليون دولار في سنه واحده، والرقم ده طبعا اكيد ناس كتير من ساعه المحاضرات دي بقوا بياخدوا اكتر منه بكتير. وبالرغم من كده بتشوف النظريه الليبراليه ان لو خدت منه نسبه محترمه من دخله ده التلت مثلا عشان تصرفهم على الفقراء، سكنهم وتعليمهم وعلاجهم وهكذا، ويفضل له هو 52 مليون دولار في السنه، يبقى ده لسه مش عادل ومش اخلاقي ومش من حق الدوله تاخد منه الفلوس دي قسرا وجبرا وبالقانون. يعني هو عادي ان يبقى في ناس مش لاقيه تاكل وبيموتوا من امراض تافهه وعندهم انيميا ومدارسهم وحشه وحالهم نيله كده؟
يقول لك ما دام كسب الفلوس حلالا بلالا يبقى مش من حق الدولة تاخد منه حاجة بالعافية عشان تصرفها على الفقراء. هي الدولة تروح تعمل فلوس وتصرفها على الفقراء زي ما هي عايزة، دي شغلتها مش شغلة الأغنياء. أو زي ما قلنا تطلب من الأغنياء يتبرعوا لو عايزين، بس ما تجبرهمش بالقانون. علما بان بيل جيتس نفسه من كام سنه كده عامل زي ما كتير من مليارديرات العالم بيعملوا، وراح متبرع بنص ثروته بحالها لاعمال الخير، اللي هو التصرف اللي بتشجعه نظريه الليبراليه جدا، لان مشكلتها مش في مساعده الفقراء بل في الجبر والقسو والاعتداء على الحقوق. روبرت نوزك الليبرالي الامريكي بيقول ان الدوله تاخد جزء من فلوس الشخص اللي عملها بشغله ومجهوده مساوي تماما لانها تجبر مواطن انه يشتغل عدد ساعات معين لحسابها ببلاش. لو انا اشتغلت 300 يوم في السنه وكسبت فيهم مليون جنيه، لو الدوله خدت تلت مكسبي يبقى كانها اجبرتني ان اشتغل لصالحها 100 يوم من السنه دي. ده استعباد، دي سخره جزئيا يعني. الفلوس اللي هي حصاد الشغل نفسه بتساوي الشغل نفسه، والاتنين بيساووني انا. واشمعنى بقى كل الناس هترفض فكره انهم يشتغلوا تلت وقت شغلهم لصالح الدوله ببلاش؟ لانهم هيشوفوه على انه استعباد او سخره، بس عادي يدفعوا تلت اللي كسبوه من ورا شغلهم كضرايب للدوله. نظريه الليبراليه بتشوف ان الدوله بتمتلك جزء من مجهودي، يعني تبقى بتمتلك جزء مني. الدوله بفرضها ضرائب عليا عشان تصرفها على الفقراء بتشاركني في نفسي، بتخليني لا امتلك مجهودي المساوي لنفسي. فتبقى معاداة الفكرة الليبرالية لفرض النوع ده من الضرائب على المواطن مبنية على أهم ما تقوم عليه الليبرالية، وهو أن كل واحد بيمتلك نفسه ملكية تامة، لأن من هنا بتيجي حريته، من أنه يكون المالك الوحيد لنفسه. وعشان كده هي بتعادي نظرية المنفعة. نظرية المنفعة بتدخلك في حساباتها مش كفرد حر بيملك نفسه تماما، بل كطرف في حساباتها دي ممكن تشاركك في نفسك، في مجهودك، في ممتلكاتك، ممكن تستعملك أول ما تلاقي نفسها محتاجة إنها تعمل كده لمصلحة الأغلبية. بتاخد نظرية المنفعة من ملكيتك لنفسك شخصيا. فكل دفاعات النظرية الليبرالية ضد منطق المنفعة مبنية على الفكرة دي. كل واحد بيمتلك نفسه، فلا يحق للدولة إنها تفرض عليه ولا أفكار ولا أخلاق ولا طريقة تصرف، ولا كمان تفرض عليه إنه يدفع جزء من دخله اللي كسبه بمجهوده وعرقه عشان تصرفه على الفقراء. زي بالظبط ما هي مش ممكن تخلي كل مواطن يشتغل لصالحها أسبوع أو أكتر من كل شهر وببلاش. من الناحية التانية مبدأ المنفعة بيقول أنا مش عايز ياخد كل الفلوس اللي عملها الشخص الغني، سواء عن طريق موهبته أو مجهوده أو إنه لقى فكرة عبقرية أو اخترع اختراع مذهل إلخ. إحنا مش عايزين كل فلوسه، إحنا عايزين شوية منها بس. منطق برضه معتبر. فكروا بقى في خناق اللي بين المنطقين المعتبرين دول لوحدكم، ولما تفكروا في موضوع الضرائب المخصصة للصرف على خدمات الفقراء ما تفكروش بس في ما هو عادل للفقراء، فكروا كمان في ما هو عادل لكل الناس بما فيهم اللي معاهم فلوس، انهم يمتلكوا انفسهم ومجهودهم وحصاد ذلك المجهود. نكمل الحلقة الجاية. سلام.